فرؤي في المنام أن الله غفر له بهذا البيت. رحمة الله قريبة من المحسنين. ختاما يقول الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، والقصص من جند الله. ولن آتيكم بخواتيم سيئة، لا، نريد أن نستبشر برحمة الله وفضله. خذ قصة رجل وامرأة. أما الرجل فهو شاب أعرفه، كان يتصدق ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويطلب العلم ويكفل الأيتام ويفعل من الطاعات ما الله به عليم، لدرجة أنه يذهب إلى صلاة الجمعة قبل فجر الجمعة ويجلس على القرآن والصلاة إلى أن تنتهي صلاة الجمعة ثم يخرج إلى بيته. قلت له ليلة في الرياض: أرفق بنفسك، خفف على نفسك. فقال لي بهذا اللفظ، قال: أنا ما أدري متى أروح لربي، خلني أزين شيء ألقاه عند الله. هكذا العبارة. مرت الأيام وجاءني اتصال من أخيه وقال: عبد العزيز حصل له حادث وتوفي. وأنا في الطريق إلى المستشفى كنت أتساءل، أقول: كيف سيموت مثل هذا؟ كيف سيموت مثل هذا؟ ولما وصلت ثلاجة الموتى ورأيته وجدته مبتسما، فقلت: ومن أصدق من الله قيلا؟ ووالله وجهه يشع نورا، وختم الله له بخاتمة حسنة. أما المرأة، وأختم بها، في التخصص في الرياض، امرأة كبيرة في السن، صوامة قوامة. قرأت عليها المرة الأخيرة، فلما خرجت قالت لأبنائها: ترى ما باقي إلا يومين، ترى ما باقي لي بالدنيا إلا يومين. ثم أغمي عليها، ووالله بعد 48 ساعة أفاقت، وأولادها وبناتها عندها. قالت: أعطوني الطرحة، جو رجال. هي ترى الملائكة. استغرب أولادها، قالوا: يا والدتنا ما يوجد أحد. قالت: غطوني، جاء الرجال، ما تشوفون؟ ثم غطوها. ثم مكثت قليلا وقالت: ليش ما تأخذون من هذا العجين الأبيض والخضرة؟ ليش ما تأخذون من هذا؟ بكى أولادها وعلموا أن ملك الموت قد اقترب منها. ثم قالت: ألا ترون الحمامة البيضاء التي على كتفي؟ قالوا: لا، ما نرى شيئا. ثم التفتت لهم وثبتتهم وقالت: أوصيكم بالصبر واحتسبوني عند الله. ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحها لبارئه. هذه الخاتمة والله الذي لا إله غيره ليست بعيدة عني وعنك إذا صدقنا مع الله، فإن الله لا يخلف وعده جل في علاه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اجعلنا ممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. شكر الله استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.